السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين على قناتكم فاسيمو شانيل. هذه الأيام كل شيء عارف بأنه السيد عبد الصمد ناصر وهو مذيع بقناة الجزيرة قامت هذه القناة بطرده بشكل تعسفي، وهذه هي التفاصيل بالضبط، حيث أن السيد عبد الصمد الناصر نشر تغريدة قال فيها يوم 30 من أبريل الماضي: هذا نموذج صارخ لفجور إعلام نظام الجزائر الرسمي. التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم المغرب بالسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل نزالة بالاتجار بعرض وشرف نساء المغربيات. أي فجور غير المسبوق هذا، وأي وضاعة هذه هي عديم الأخلاق. بئس الإعلام إعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون. وهذا أول فيديو الذي نشره. بالنسبة للمخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والفساد والرذيلة، دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. لقد دقت ساعة الحساب بالنسبة لنظام المخزن الذي جعل من المغرب دولة منبوذة وأكبر راع للرشوة في إفريقيا، بلد حل فيه الفساد محل الدبلوماسية. بعد ذلك أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا يوم فاتح يونيو 23/2000 بادرت، حيث قالت بأن بادر الزميل عبد الصمد الناصر إلى نشر تغريدة على تويتر يدافع فيها على شرف المرأة المغربية بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بالاتجار بعرض وشرف نساء المغربيات. وبعد أن نشر التغريدة اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، وكان جواب الزميل عبد الصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة. وإثر ذلك اتصل به المدير العام للقناة واستقبله بمكتبه وطلبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن الزميل عبد الصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية. وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبد الصمد ناصر من جانب واحد، مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها. وأيضا ما يثير الاستغراب بأنه أصلا مدير قناة الجزيرة من أصل جزائري كان بطبيعة الحال سيقوم باتخاذ إجراء إداري تعسفي بطرد الزميل عبد الصمد الناصر الذي قضى 26 عاما بخدمة هذه القناة. المفهوم والغريب في الأمر هنا هو أن الجزيرة لماذا لا تصدر بيانا ترد فيه على بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي يشير إلى أن التغريدة التي دافع فيها عبد الصمد عن شرف المغربية هي سبب إيقافه عن العمل، وتوضح للمشاهد العربي إن كانت الجزيرة تقول بأنها قناة للعرب، بأنه توضح للجميع بأنه ليس ما غرد به عبد الصمد الناصر هو سبب إقالته، بأن هناك أسباب أخرى موضوعية كانت وراء هذه الإقالة. هل ما ورد في البلاغ صحيح أم هناك أسباب أخرى أدت إلى إنهاء عقد عمله؟ وهذه هي المعطيات الرئيسية في هذه القضية، بأنه بسبب التغريدة فقط قامت الجزيرة بطرد هذا المذيع الذي قضى 26 سنة من العمل داخل القناة. يعني ننتظر آراءكم حول هذا الموضوع، وهل حقا عبد الصمد الناصر يستحق الطرد، وما فعله يعني كان يعني سوء تقدير منه، أم أنه كان بالفعل هو رجل الموقف كما عودنا دائما. ننتظر آراءكم أسفل هذا الفيديو ونتفاعل معكم إلى فيديو قادم بحول الله. تحياتي إليكم والسلام مسك الختام.